السلام عليكم متابعي قناة سبورت فليت، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. الرئيس ماكرون يواسي كيليان مبابي بعد خسارة المونديال. واسى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نجم منتخب الديوك كيليان مبابي بعد الهزيمة أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022. وتوجت الأرجنتين بطلة للعالم في مونديال قطر 2022 بعد انتصارها في المباراة النهائية المثيرة أمام فرنسا، والتي لم يحسمها سوى ركلات الترجيح من 4-2 لصالح راقصي التنجو. وبذلك تكون كرة القدم قد أنصفت واحدة من أعظم أساطيرها باللعبة، صاحب 7 كرات ذهبية ليونيل ميسي، الذي قدم للأرجنتين الكأس الغائبة عن خزائنهم أكثر من 60 سنة منذ عهد الراحل ديغو أرماندو مارادونا. رسمياً، مبابي يتوج بالحذاء الذهبي أفضل هداف للمونديال، وحصد الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان جائزة الحذاء الذهبي التي تمنح لهداف النسخة 22 من بطولة كأس العالم قطر 2022 برصيد 8 أهداف.